بصوا شاربه كميه زيت صوص كده سبايس قوي كده في السترابس زي ما شايفين. انا شايف حجمها صغير يعني. واهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هيبقى يا جماعه جديد ومختلف جدا، ما صورناش قبل كده واول مره هنصور الحلقه دي على القناه عندنا. النهارده يا جماعه هنصور 3 مطاعم من اقوى ال3 مطاعم اللي بيعملوا فرايد تشيكن في مصر، ولازم من ال3 مطاعم دول يكون مطعم فيهم واحد هو احسن مطعم ويكون هو بطل حلقه النهارده. فكره حلقه النهارده كمان ان احنا هندي لكل مطعم 30 نقطه، هنديله اول تقييم من حيث الخدمه او الوقت اللي احنا هنطلب فيه الاوردر، هنشوف هنطلب الاوردر الساعه كام وهينزل لنا الساعه كام، ده هنديله تقييم. سعر الوجبه هندي لها تقييم، طعم الوجبه هندي لها تقييم. فطبعا هندي ل3 مطاعم نفس التقييمات كده، بس التقييمات مختلفه على حسب جوده الاكل بتاع كل مطعم وعلى حسب الخدمه بتاعته وعلى حسب سعر الوجبه اللي هتنزل. المطعم اللي هياخد اعلى تقييمات يبقى هو احسن مطعم في الطعم وفي الخدمه وفي كل حاجه. لا، ممكن مثلا المطعم يكون واخد اعلى تقييمات بس سعر الوجبه اللي معاه التقييم والخدمه اللي معاه التقييم، وممكن يكون الاكل بتاعه واخد اقل تقييم، بل يكون واخد مثلا اقل تقييم او درجه ثانيه او درجه ثالثه بسبب الخدمه بسبب السعر، بس ممكن يكون التقييم بتاعه في الاكل اعلى. مش بس كده يا جماعه، ده احنا كمان هنصور في المطعم من جوه. خلينا نبدا باول مطعم، واكتبوا لي في الكومنتات انتوا متحمسين زي الفكره ديت ولا لا، ولو عايزين منها الجزء الثاني انزلوا اكتبوا لي حاليا في الكومنتات. يلا بينا بقى ايه، خلينا نبدا باول مطعم عشان خلاص انا واقف في الشمس والشمس كلتني. يلا بينا بقى يا جماعه، خلينا نبدا باول مطعم هو بازوكا، وطبعا ليه فروع كتير في مصر وليه فروع كتير بره مصر. خلينا بقى ايه نخش كده، يا رب بس نخلونا ايه نصور جوه. بعد كده مطعم بازوكا نخش نقول بسم الله. بسم الله. طيب اول حاجه احنا طلبنا وهنقيد بقى نشوف الاكل هينزل بعد وقت قد ايه. احنا طلبنا دلوقتي الساعه دلوقتي 3:56 دقيقه، هنشوف بقى الاكل هينزل لنا مثلا بعد قد ايه. وطبعا زي احنا ما قلنا هنقيم على الخدمه والسعر والطعم، فخلينا منتظرين الاكل والتشيك معانا. طيب يا جماعه كده الاكل نزل لنا اهو. انا عايز اقول لكم ان الاكل نزل بعد تقريبا 4 دقائق. هو نزل، احنا طالبين 3:56 دقيقه، نزل لنا الساعه 4 بالظبط، يعني خد تقريبا 4 دقائق او 5 دقائق، فدي حاجه حلوه يعني ان هو ما اتاخرش علينا. بصوا بقى الاكل اللي احنا هنطلبه من المطاعم كله اللي هي وجبه دينر بوكس اللي هي موجوده في المطاعم كلها، وهنطلب الوجبات كلها زي بعضها. هنا بقى نزل لنا في وجبه الدينر بوكس 2 قطعه سترابس، بعدين نزل لنا 2 قطعه سترابس و3 فرايد تشيكن، واحده صدر، واحده ورك، واحده دبوس. ونزل برده معانا هنا فرايز وكله سلو، وهنا في كولا، وهنا بينزل لنا برده هنا معانا واحد خبز. وسعر الوجبه دي 350 جنيه. خلينا بقى ندوق اول حاجه كده البطاطس بتاعتها. بسم الله. بصوا هي مبدئيا مش محطوط عليها بهارات ولا اي حاجه، بس هي حلوه وسخنه يعني. خلينا بقى ندوق اول حاجه الكول سلو. بسم الله. حلو قوي. دي قطعه الاسترابس زي ما انتم شايفين، انا شايف حجمها صغير يعني. احنا ايه شوفها من جوه كده، ده كده شكلها من جوه. بسم الله. بس انا حاسس ان في ايه فلفل كتير قوي يعني. خلينا ايه نجرب الفرايد تشيكن. نخش نقول بسم الله. ودي الدبوسه بتاعتنا، ودي كده شكلها، بس مش عارف، انا حاسس انها مزيته يعني. بصوا تعالى كده، بص شايف الزيت، حاسس ان هو ايه مزيت شويه. يا نهار ابيض على كميه الزيت اللي فيه، كميه زيت ياما. خلينا نقول بسم الله. دي السبايس دي طعمها حلو من جوه، نضيفه من جوه. بص كده نضيفه. خلينا نجرب الصدر. تعال نجرب هنا الصدر كده. ده ورك ده. خلينا نجرب بقى الورك. بسم الله. مش عارف، انا حاسس التتبيله كلها فلفل يعني، عباره عن فلفل اسمر يعني. وبينزل معاك هنا واحد عيش، ده العيش بتاعهم. بص هو العيش فريش وطازه كده. خلينا بقى نخلص ونديكم التقييم في الاخر. بقى بعد كل وجبه هناكلها هنديكم بقى التقييم اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو من 30 نقطه. اول حاجه الخدمه والوقت يعني اللي احنا طلبنا فيه ده، انا هديله 9.5 من 10 لان هو ما اتاخرش كتير يعني. تقريبا الاكل قعد اقل من 5 دقائق او 4 دقائق. الطعم هنديله 7.5 من 10 لان الطعم يعني ايه عادي يعني، شاف اكتر، مش احسن حاجه قد كده. هنديله 7.5 من 10.
وسعر الوجبه هنديلها 8 من 10 لان انا شايف ان هي يعني ايه وجبه موفره ومش غاليه قوي وما هيش رخيصه قوي. خلينا بقى نخش على المطعم اللي بعده. طيب بقى خلينا بقى ايه ندخل على المطعم اللي بعديه وهو 5 روسترز. حبيبي يا غالي، حبيبي متابعين يا جماعه، يلا بينا نبدا بقى ايه نطلع فوق وهنشوف برضه هنقيم برضه الخدمه والسعر والطعم. المطعم فوق اهو. بسم الله. طيب يا جماعه احنا كده دخلنا وطلبنا على فكره نفس الوجبه اللي هي دينر بوكس، بس مش عارف بيبقى فيه اختلافات بسيطه ازاي مش عارف، فانا حاولت اطلب الوجبه نفس بعضها. وطلبنا الشيك اهوت. احنا طالبين الوجبه الساعه 4:44 دقيقه. هنشوف بقى الاكل هينزل لنا بعد قد ايه وهنقيم لكم برده من الوقت والخدمه والسعر والطعم. خلينا بقى احنا دلوقتي منتظرين الاوردر لما ينزل لنا. المطعم ما فيش فيه تقريبا الا انا بس اللي هنا موجود وحد بياكل من الناحيه الثانيه بس. وطبعا عايز اقول لكم هنا موجود مني وفي عروض كمان، يعني لو حد ايه حابب بقى ياخد من العروض دي ويجربها فبصوا العروض اهيت لو عايزين تاخدوها سكرين. دي عروض الصيف هنا. اسعار بتبقى غاليه شويه، وحتى بازوكا برضو اسعاره تختلف عن القاهره واسكندريه. القاهره واسكندريه اسعاره واحده لكن في مطروح اسعاره مش واحده. وهنا 5 روسترز برضو في القاهره واسكندريه اسعارهم واحده، لكن هنا في مطروح 5 روسترز برضو اسعاره مش زي القاهره واسكندريه، اسعارهم هنا اغلى شويه عشان هنا ايه طبعا تقريبا دي سياحه ومصيف وكده. طيب يا جماعه نزل لنا خلاص الاوردر اهو، بس انا عايز لكم الاوردر هنا اتاخر شويه، نزل لنا بعد 15 دقيقه. احنا طالبينه الساعه 4:44 دقيقه بالظبط، نزل لنا الساعه 5 ودقيقه، يعني واخد 15 دقيقه بالظبط. يعني ده بالنسبه لي يعني هو اتاخر شويه عن الاوردر بتاع بازوكا. بصوا بقى مكونات الوجبه. معانا واحد عيش هنا وبينزل لنا هنا ده تقريبا الكلاوز او تقريبا ده شوكه واثنين كاتشب. معانا 2 كاتشب، واحده كولا ميكس كولا وتقريبا ده صوص جبنه وكول سلو. وبينزل معانا هنا بطاطس سخنه قوي. وبينزل بقى معانا هنا 2 ستريبس. شايفين ده هنا حجم الستريبس عامل ازاي؟ 2 ستريبس وقطعتين، واحده دبوس وواحده فجل. لكم هنا الاحجام كبيره يعني. وبينزل معانا هنا بقى كمان رز، وبينزل معانا هنا رز ريز زي ما انتم شايفين كده. فخلينا هنا ايه كده، خلينا نفتح بقى ايه نشوف الباكج بتاعهم. وسعر الوجبه دي 325 جنيه، يعني انا شايفها افضل من الوجبه الثانيه. طبعا معاك هنا منديل مبلل، كلوفزات ومنديل عادي، وبينزل معاك هنا ايه شوكه. خلينا نبدا باول حاجه البطاطس. انا من الناس اللي بتحب البطاطس. بصوا هنا البطاطا هو تقريبا يعني كل محلات الفرايد تشيكن ما بتحطوش اي حاجه على البطاطس ولا بهارات ولا حاجه، بس هنا البطاطس دي محطوط عليها ملح. كده بقى ايه ندوق كولسلو الاول كده. بسم الله. حلو. تقريبا ده صوص جبنه فاحنا ايه مش عارفين لسه هندوق. صوص كده سبايسي قوي. ده قطع الستريبس. انا شايف هنا حجم الستريبس كبير قوي عن بازوكا. قطعه الستريبس كبيره قوي، يعني شايفين قطعه عامله ازاي. هنفتح من جوه كده. كده بسم الله. حلوه قوي الستريبس هنا. بصوا هنا حجم اللحمه جوه قد ايه، مش شاربه زيت ولونها ذهبي وحلو كده. تحفه قوي الستريبس هنا. خلينا ندور الرز الاول كده من غير اي حاجه. رز تحفه قوي وسخن على فكره، الاكل كده كله نازل سخن هنا. خلينا بقى ناخد حته كده بالستريبس. بسم الله. ده بيبسي ميكس كولا. بسم الله. نجرب هنا الفرايد تشيكن اللي هي بالعظم. ده دبوس وده ورك. شايفين بقى حجم الدبوسه. تعالوا نشوفها شاربه زيت ولا لا. هنا انا مش شايف زيت يعني كتير ولا حاجه، مش زي بازوكا كان مليانه زيت. فخلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الدبوسه دي برضه سبايسي. انا طلبت قطع سبايسي وقطع عادي. هنا سبايسي. هنا الفراخ بقى طعمها حلو. الفراخ التتبيله بتاعتها حلوه قوي. الفراخ من جوه بيضه ونضيفه. وهنا التتبيله مختلفه عن تتبيله بازوكا يعني في تتبيله حلوه قوي. تعال بقى ايه نشوف الورك من جوه. بص يا باشا. تبقى هنا التتبيله. بسم الله. طعم الفراخ هنا تحفه قوي. الفراخ بيضه ازاي، والتتبيله حلوه، والسبايس بتاعها ما هوش عالي قوي، سبايس هادي كده يعني يناسب اي حد. انا حاسس ان انا متمتع هنا الصراحه. ده كده شكل العيش. هو طبعا العيش ده تبعهم هو بازوكا كان عيش الشباك. هنا العيش بص طري
وحلو كده. هناكل بقى وهنديلكم برضه التقييم في الاخر. بصوا بقى عشان هنديكم التقييم بقى بكل امانه وبكل صراحه الصراحه، يعني مش عايز اظلم حد، فحاش يكتب لي في الكومنتات انت بتظلم مطعم، لا انا بديكم والله التقييم وانتم شايفين بعينكم الاكل اللي بنزل والوقت. فاحنا هنديلكم برضه التقييم من السعر يعني والوقت والخدمه. دلوقتي انا هديله 5 من 10 عشان المطعم فاضي مفيش فيه حد كتير، فالمفروض الوقت مثلا ينزل ايه بدري عن كده شويه، الوقت خد 15 دقيقه، فالمفروض الاوردر مثلا ينزل للمطعم فاضي، فالمفروض الاوردر مثلا ينزل ما يتاخرش مثلا عن 5 دقائق او 10 دقائق، بما ان مفيش حد في المطعم يعني المطعم فاضي. فالطعم هنا انا هديله 9 من 10 لان الطعم هنا الصراحه حلو قوي وعجبني عن بازوكا زي انتم ما شفتوا. هنا الاكل كان باين في الكاميرا وبرده بازوكا كان الاكل باين في الكاميرا، وانتم برده احكموا لي في الكومنتات. وهنديله بقى السعر بقى، هنا سعر الوجبه هديلها 9.5 من 10 لان الوجبه نزل معاها حاجات كتير 325 جنيه، فوجبه كامله متكامله وتعتبر موفره مش غاليه قوي ومش رخيصه قوي، عشان كده انا هديها 9.5 من 10. كده فاضل لنا مطعم واحد وهو اخر مطعم هنجربه ونشوف بقى مين هيبقى بطل الحلقه النهارده من الثلاث مطاعم في راسك اللي احنا هنجربه، وانزلوا تكتبوا لي حالا في الكومنتات انهي من المطاعم اللي انتوا جربتوها وطلعوا حلوين ولا لا ولا هو اي كلام. يلا بينا على اخر مطعم عشان نشوف بقى مين بطل حلقه النهارده. يلا بينا. طيب يا جماعه وصلنا للمطعم الثالث وهو كانسس يا جماعه. هنجرب بقى ايه كانسس وهنشوف برضه مين بقى هيبقى بطل الحلقه بتاعت النهارده من الثلاثه دول. خلينا بقى نطلب الاوردر نجيب المنيو الاول بتاعهم كده. السلام عليكم. المنيو بعد اذنك. بص هو المنيو بتاعهم مش كتير، منيو بسيط كده، فاحنا هنشوف بقى هنطلب ايه نفس الوجبه اللي احنا طلبناها قبل كده. طيب يا جماعه خلاص احنا طلبنا الاوردر دلوقتي، طلبنا الاوردر الساعه 6:26 دقيقه، عايزين بقى نشوف الاكل هيتاخر ولا لا. وطبعا كانسس انا اول مره اجربه، طبعا هنقيم بقى من الساعه والوقت اللي هينزل فيه والخدمه والطعم طبعا، فاحنا اول مره هنجربه. ودلوقتي احنا طلبنا الاوردر ومستنيين الاوردر ينزل لنا حالا. وطبعا بقى ايه مفيش احلى من القعده والروقان اللي احنا فيه ده دلوقتي، البحر والاجواء الباراشوت. دلوقتي مستنيين الاوردر ينزل لنا حالا. بسم الله. وكده طبعا الاوردر نزل حالا. القطعه العادي دي السبايسي. لا دي العادي. هو عامل دول الثلاثه سبايسي، احنا قلنا له خليها واحده سبايسي مش مشكله عادي خلاص تمام. ارجع برضه مع الكيتشن وارجع خلاص مفيش مشكله خالص. طبعا خلاص الاوردر نزل لنا اهوت، والاوردر انا عايز اقول لكم يعني نازل الساعه كام؟ الساعه 6:56 مش عارف هتشوفوه ولا لا. الساعه 6:56 واحنا طالبينه الساعه 6:26 تقريبا. هو خد يعني ايه 21 دقيقه او 22 دقيقه، ده يتاخر شويه يعني مع ان مفيش حد خالص كتير هنا قد كده يعني. طيب مبدئيا الوجبه دي بتبقى 4 قطع، الاربع قطع احنا طالبين فيهم واحده سبايسي ومعانا هنا 3 قطع عادي يعني، بس شايفين حجم القطع هنا كبيره. هنا تقريبا ما فيش هنا دبابيس يعني، تقريبا ورك وصدرين، وركين وصدرين. بينزل معاها بطاطس اللي هي الكرينكل، بينزل معانا بطاطس كرينكل كده، وبينزل معاك كولوسلو، واحده في كولا، وبينزل معاك واحد عيش. سعر الوجبه دي 300 جنيه، وبينزل معاها ادي 1 2 3 4 5 كاتشب، وبينزل معاها هنا كمان 2 صوص. الصراحه انا اتفاجئت يعني ان في صوص كمان بينزل معاها، بينزل معاها صوص توميه سوري وصوص ساوزن ايلاند. تقريبا الصوص ده بيبقى سبايسي يعني. بصوا بقى خلينا نبدا باول حاجه اللي هي البطاطس الكرينكل. بص البطاطسايه هنا عليها بهارات كده، بسم الله. بطاطس كبيره مليانه بهارات. البازوكا وفايف روسترز ما كانش عليهم بهارات خالص، كان عليهم ملح بس. الفايف روسترز شوف حجم البطاطسايه حلو قوي، بطاطس سخنه. نجرب الكولوسلو بسم الله. حلو الكولوسلو. نجرب اول حاجه اللي هو الصدر العادي مش سبايسي، شايفين كده. نفتح بقى نقول بسم الله. على فكره ده ورك مش صدر، انا بتلخبط ما بين الورك والصدر. بسم الله. بصوا الصراحه هو في هنا ايه مش عارف حاجات سمراء هنا، هو تقريبا ده من الزيت ولا ايه، بس تقريبا ده يعني ايه حاجات محروقه شويه من الزيت شويه كده يعني. بص هو التتبيله انا مش حاسس بتتبيله قوي، فاحنا خلينا ايه نشوف الصدر. نقول بسم الله. انا مش عارف ايه ده الصراحه. وهنا شاربه زيت، شايفين الزيت؟ بصوا شاربه كميه زيت. ايه الزيت ده؟ ايه الزيت ده؟ ده شاربه كميه زيت. خد عليا. خش. بص الصدر فيه ايه؟ ايه ده؟ لحمه سودا من جوه. مش عارف ايه الاسمر اللي في الوجبه ده من جوه كده الصراحه. خلينا ناخد حته كده من الصدر ندوقها. مفيش تتبيله خالص. ده ورك سبايسي. نشوف بقى السبايس. هنا الورك احلى، في تتبيله شويه سبايسي يعني، تقريبا هو اللي هو السبايس طعمه احلى من العادي. ففي قطعه واحده هنحاول هنجربها. انا بحاول والله العظيم اديهم فرصه، مش عارف ايه السمار اللي بيبقى جوه ده. بص ايه ده ايه ده يا جماعه؟ لا ايه التجربه دي؟
الفراخ من جوه مش حلوه خالص. الصراحه التجربه هنا يعني ايه، مش عارف اقول لكم ايه، مش عايز اكمل التجربه هنا، فخلينا انا دلوقتي ايه هندهلهم واشوفهم هيقولوا ايه، وهندي لكم التقييم في الاخر. طيب يا جماعه انا ناديت للاونر اللي هنا اللي هو صاحب المكان، فوريته الفراخ. الصراحه الفراخ كلها ما كانتش حلوه، ما كانتش عجباني. فهو قال لي والله يا فندم هنا الكهرباء ضعيفه شويه هنا في الكرفان بتاعهم. فهو ايه حاول والله العظيم يعني الناس محترمه هنا، حاول هو ايه يجيب لي وجبه ثانيه. فحاولت ان انا اقول له لا مش عايزين يعني، لازم اغيرها لك تاني يعني. فعشان برضه ندي لهم فرصه كمان يعني، فهو هيغير لي الاوردر تاني وهيجيب لي اوردر غيره. فعشان برضه ما نظلمهمش هندي لهم برضه فرصه تانيه. طيب يا جماعه انا مش عارف اقول الصراحه، نزلوا لي اوردر تاني غير الاوردر الاولاني. بس هو لما شاف الفراخ وريتها له فقال لي لا والله لازم اغير لك الاوردر كله. فانا برضو قلت هدي لهم فرصه مش مشكله خالص. والله العظيم مش عارف دي احنا مسؤولين عنها بقى. احنا في القاهره مش هيحصل الكلام ده والله. لا عادي مفيش اي حاجه، الله يخليك ولا يهمك اي حاجه خالص. فالناس مشكورا كمان نزلوا لنا مش عارف تقريبا هو ايه ده بقى ده ريزو. نزلوا لنا ريزو هنا عليه قطع بقى ايه فراخ كده عليها صوص باربيكيو. فالناس والله العظيم يعني هنا محترمه تشكر. هي يمكن غلطه بس كده يعني ايه في الكهرباء عندهم، قال لي غلطه في الكهرباء والمكن وكده. احنا بقى ايه نجرب بقى ايه ده الصدر. قول بسم الله. الفراخ هنا نظيفه يعني، بصوا هنا نظيفه. خلينا ندوق بسم الله. خلينا بقى ايه نجرب اللي هو طبق الرز اللي هو جابه لنا ده. هي الفراخ دي انضف من الاولانيه بس التتبيله هنا مش قويه قوي. انا كنت اتمنى التتبيله قويه وافضل من كده. هنا بقى الفراخ بالريز بسم الله. لا الريز عندهم هنا حلو قوي. مع كده خلصنا اكل وهنبدا بقى ايه نديلكم التقييم بالتدريج كده. طبعا كانسس هنديله في الوقت هياخد 4 لان الوقت اتاخر جدا وما كانش فيه حد يعني ايه زحمه ولا عنده اي حاجه. في الطعم هنديله 5 من 10 والسعر هنديله 8 ونص لان هي سعر الوجبه حلوه ما هياش غاليه قوي وما هياش رخيصه قوي. فالسعر الوجبه على المكونات اللي احنا نزلنا دي فانا هدي لها 8 ونص من 10 فالاجمالي كله هيبقى 17 ونص. هنيجي بقى الاجمالي بتاع الثلاث مطاعم اللي احنا جربناهم. اول واحد بازوكا هيبقى الاجمالي كله 25 من 30 يعني 25 نقطه من 30 نقطه. مطعم 5 ستارز هنديله 23 ونص من 30. كانسس الاخير ده 17 ونص من 30. طبعا هيكون النهارده اللي واخد اعلى تقييم هيبقى بازوكا ومش عارف واخد تقييم اعلى. اقول لكم اخدت التقييم الاعلى علشان هو الوقت بس بتاع عشان يعني لو انت جيت تبص في التقييم بتاعه هتلاقي اعلى تقييم فيه اللي هو الوقت بس واخد في الوقت 9 ونص لكن الطعم واخد اقل من كده. فهو اللي كسب بازوكا اللي هو الوقت بتاعه. لكن هو يعتبر النهارده اللي كسب يعتبر بازوكا في الوقت لكن اللي يعتبر اللي كسب النهارده في الطعم هو 5 ستارز يا جماعه. بس احنا ايه بنقيم هنا على الوقت والخدمه والسعر والطعم. فانتوا برضه انزلوا في الكومنتات اكتبوا لي برضه في الكومنتات انهي مطعم عجبكم وانهي اللي كان يستاهل التقييم الاعلى من كده. بالنسبه لي 5 ستارز هو اللي يكسب في الطعم لكن في الوقت كان بازوكا هو اللي يكسب. ده كان الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش تعملوا بقى لايك واشتراك وكومنت واكتبوا لي برضه الفتره الجايه اعمل لكم فيديوهات ايه وتجارب ايه تاني. اشوفكم على خير واقول لكم يلا سلام.